عمرك سألت نفسك إزاي ولاعة فيها 13 جزء بتتباع بسعر رخيص ولسه بيكسبوا منها؟ تعال نفصصها. الجزء اللي فوق ده اسمه الحامي، وده اللي بيخلي الشعلة تفضل ولعة أكتر من 10 ثواني، سخنت ممكن تحرق إيدك. بعد كده عندك زرار التشغيل، تدوس عليه يولد الشرارة، وفي أي الفونيا اللي بيوجه الغاز ناحية الشرارة، والغاز بيخرج من الفونيا نفسها اللي كمان بتلف. وفي منظم الشعلة اللي يمين تعلي النار وشمال يوطيها، وذراع الفونيا بيستخدم العزم عشان يرفع الفونيا ويطلع الغاز. والمنظم كمان بيتحكم في جسم الفونيا اللي طالع من فتحة صغيرة. التكنولوجيا الأساسية هنا هي حجر البترو الكهربائي اللي كنا بنسميه زمان الإلكترونيك، ده اللي بيولد الشرارة. الغاز بيعدي في أنبوبة لحد الفونيا، والجلبة المطاط تمتص الهزات من الحجر. أما الهيكل الأساسي فهو شايل كل الأجزاء، ومعاه خزان الغاز اللي بيخزن البوتان زي تانك البنزين في العربية. كل ال 13 جزء بيشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا لنا ولاعة عملية ورخيصة في نفس الوقت. هل كنت تفتكر إن الولاعة مكونة من الأشياء المعقدة دي وإنت بتستخدمها؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.